السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة تحضير أو نتعرف على تربة الكوكو بيت أو ألياف جوز الهند. زي ما حضراتكم شايفين كده، التربة دي يعتبر أفضل تربة، يأتي بعدها البيتموس. طريقة تحضيرها سهلة، نتعرف عليها الأول. هي بتكون عبارة عن قوالب. القالب حوالي 5 كيلو، بيختلف من مكان لآخر طبعا. ديت بتتحضر، طريقة تحضيرها وضغطها بتكون في المصدر المنشأ بتاعها في دول شرق آسيا. دي الألياف بتاع جوز الهند اهي. من مميزاتها انها ما بتحتويش على اي كائنات ضارة او اعشاب، فبالتالي تعتبر من افضل انواع التربة اللي احنا ممكن نزرع فيها. ممكن نزرع فيها البذور، شتلات صغيرة، اي حاجة ينفع نزرعها فيها. هناخد القطعة دي قطعة من ضمن القالب، وممكن تتضاعف لحوالي 5 أضعاف. فعشان كده يعتبر تربة جيدة جدا، كمان تعتبر رخيصة. هناخد القالب اهو، بنحطه في مية، ممكن نكسره وممكن نسيبه زي ما هو كده، لكن يفضل التقليب من وقت للتاني. يفضل تقليبه لانه بيمتص المية. يعني انتوا شايفين هو واخد الحجم اهو قد ايه للجردل، فهنشوف هيملى الجردل لحد فين. احنا هنزود الجردل مية عشان نشوف الحجم بتاعه هيزيد معانا لحد فين. ممكن نستخدم سماد السوبر فوسفات ونقلبه عليه عشان يدينا درجة حموضة. هو درجة الحموضة بتاعته يعتبر متعادلة، غير طبعا البيتموس درجة الحموضة بتاعته بتكون مرتفعة. بنسيبه اهو، او بنحاول نحط كله كده جوه المية. ممكن نقلب عليه مية زبل الحمام، او نحط عليه سماد عضوي لزيادة الخصوبة. هو كده كده الخصوبة بتاعته عالية، عشان كده يفضل زراعة البذور في التربة دي، والشتلات ايضا يفضل زراعتها فيه. احنا كل شوية طبعا هنلاقيه بيفك معانا. هنسيبه ونرجع لكم ان شاء الله تاني بعد يوم ونشوفه وصل لحد فين وايه اللي حصل له. تابعونا. رجعنا تاني بعد حوالي يوم تقريبا اهو. ده شكل التربة بتاعتنا، يعني يعتبر نفشت او كترت بطريقة يعني رهيبة. يعني شوفوا في بداية الفيديو او البداية كانت
الكمية قد ايه ودلوقتي بقت قد ايه. ده السيس اهو. بنجيب القصيص، هي التربة يعتبر خفيفة لوحدها. اشوف الترب بيحتفظ بكمية مية رهيبة. تربة الكوكوبيت بشكلها بعد ما فكناها يعني ما شاء الله بتحتفظ بكمية مياه كبيرة. افضل تربة ممكن نزرع فيها هي تربة الكوكوبيت زي ما وضحنا لكم، بسبب ان الحموضة بتاعتها متعادلة. عشان كده يعني يفضل الزراعة فيها. تربة خالية من اي بكتيريا، كمان خالية من الحشرات واي بذور ضارة. يعني التربة دي مش هيطلع فيها اي حشائش غير هي الحاجة اللي احنا زرعينها فقط لا غير. الحاجة اللي احنا زرعينها هي اللي بتطلع بس. دي من اهم المميزات بتاعة تربة الكوكوبيت عن اي تربة اخرى. كده ممكن نزرع فيها البذور، ممكن نزرع فيها شتلات، نزرع فيها حاجات كتير. بنسبة النمو فيها اسرع، والنتيجة يعني، وكمان نسبة الانبات فيها يعتبر اكبر بكتير من اي تربة اخرى، سواء التربة الرملية او التربة الطينية. فبننصح بالزراعة فيها. وكمان يعتبر تربة خصبة، كمان زودناها خصوبة بفضل مية زبل الحمام اللي حطيناها عليها، بس بنسبة قليلة. يعني لو جربوها وان شاء الله هتشوفوا نتيجة مرضية جدا، ونتيجة يعني بنسبة كبيرة ان شاء الله، نسبة انبات كبيرة. ده شكل التربة معانا اهو. نتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو محتاجين التربة ومحتاجين اي سؤال ان شاء الله سيبوا لنا كومنت بس، وهنتعلم مع بعض كل حاجة. تربة الكوكوبيت او الكوكونات او الياف جوز الهند. في النهاية نشكركم لمتابعتنا، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وكومنت للفيديو دعما لنا للاستمرار وتقديم المزيد. وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.